Eu acho que pelo jogo que nós fizemos, merecia sim. Nós mesmo com 10 homens, nós tivemos o controle do jogo. Isso é muito difícil ter com a torcida dessa, com a equipe de Marrocos, que é boa. Mas nós tivemos o controle do jogo. Mesmo com 10, nós saímos tocando, chegamos algumas vezes até em situação de gol com o goleiro. Então, assim, o gasto foi acontecendo, a gente sabe isso, né? Mas eu acho que merecíamos uma sorte melhor. بتتكلم طبعا السؤال لزميلتنا المحترمه، بتقول هل الاداء يعني كان ب 10 لاعبين كنا ممكن نحقق حاجه افضل من كده؟ المدير الفني بيعقب بيقول على الرغم من نقص العددي ولعبنا ب 10 لاعبين، ولكن أدينا بشكل جيد وسيطرنا على بعض مجريات الامور، وكانت مباراه صعبه جدا، وخاصه صعب جدا ان في منتخب يلعب ب 10 لاعبين المباراه في النهائي. ولكن اشكر اللاعبين على المجهود اللي بذل خلال تلك المباراه، واعتقد كنا نستاهل او نستحق افضل من ذلك. السلام عليكم. عادل الرحموني، موقع ماتش بريس وإذاعة المدينة اف ام. سؤال فقط، لاحظت على أن المنتخب المصري بدأ بداية جيدة على مستوى التركيبة البشرية في الشوط الأول، لكن بعد تسجيل الهدف الأول والطرد الذي لاحق اللاعب رقم 7 في المنتخب المصري، بعد الخشونة التي رأيناها في شاشة التلفزة كانت شيئا ما قاسية في اللاعب المغربي، لاحظنا على أن المنسوب المنتخب المصري انهار خلال الشوطين الإضافيين. هل هذا راجع للمجهود البدني الذي قدمه المنتخب المصري خلال؟ تقصد الخشونة من اللاعب المصري؟ كانت خشونة؟ الطرد الذي كان في خشونة من أداء اللاعب في التحليل والمباريات؟ نعم. في رؤية أخرى، يعني البعض القنوات محللة بشكل آخر. Pergunta, professor, que estamos começando o início do jogo estava muito bom todo o tempo, primeiro tempo, hasta que marcamos um gol e hasta que saiu sobre fora, e depois de esta agressividade ou de esta jogada de Saber, então, no segundo tempo, hemos notado que o físico baixou, sobretudo no extra time também, todos os jogadores estão um pouco cansados. Se queres comentar algo disso. É normal jogar com 10 uma final, com o estádio cheio, a gente tendo que correr muito em função de um homem a menos. E ainda tendo o controle do jogo, é natural. Por isso que foi as trocas. A gente trocou porque a gente viu que estava... يرد على حضرتك بيعقب على ان بيقول عادي جدا ان يكون في مجهود اضافي ومجهود زياده، الاستاد طبعا مليان وفي ضغط طبيعي جدا على اللاعبين، واما نقص اللاعبين احد اللاعبين من عندنا بسبب الطرد لعبنا ب 10 لاعبين، ولكن ده طبيعي جدا، المخزون البدني بيفقد قوته، مش بيبقى بالشكل الطبيعي، ولكن عملت بعض التغييرات لزياده المجهود، وطبعا مرة أخرى لقينا قاتلنا، وكانت الروح عالية جدا طوال دقائق المباراة. وأنا أرجع تاني وأعقب المدرب طبعا بيتكلم بيقول أنا فخور جدا بأداء لاعبي منتخب مصر والروح القتالية اللي بذلوها، ولكن موضوع أقل في الحتة البدنية ده طبيعي جدا بسبب المجهود اللي بذل ب 10 لاعبين. كوتش obrigada e boa sorte. شكرا.